وإنك لعلى خلق عظيم. أتدرون كم في هذه الآية من المؤكدات؟ أصل الكلام أنت على خلق عظيم، لا، أصل الكلام أنت ذو خلق عظيم، أنت ذو خلق عظيم. فيقول إنك المؤكد الأول، واللام لا على خلق عظيم، والتعبير بعلى الدالة على الاستعلاء على هذا الخلق، أنك استعليت عليه واستوليت عليه وملكته، لست صاحبا له، بل أنت استوليت عليه واستعليت، صرت فوق هذا الخلق العظيم. والذي يقول والذي يستعظم هذا الخلق الرب سبحانه. وقال ربنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قراءة. وما أحقنا أن نأتسي به صلى الله عليه وسلم في أحواله كلها.